السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. الفيديو بتاعنا النهارده حلو جدا، عايزه منكم بس لايك حلو جميل يشجعني دايما انزل لكم كل جديد. دي حاجه. تاني حاجه عايزه كومنت حلو على الفيديو، عايزه انشط القناه وترجع تشتغل عشان انزل لكم فيها كل جديد، عشان الناس اللي بتعتب عليها انت ليه ما بتنزليش فيديوهات على القناه، انت ليه ما بتصوريش على القناه. يا جماعه الخير محتاجه لايك حلو جميل منكم فهيشجعني دايما انزل لكم كل جديد باذن الله. مبدئيا كده دي الفراخ البياضه بتاعتي، واللي هتكلم او محتوى الفيديو بتاعها عندي النهارده هيكون عن الفراخ البياض. الفراخ البياض اللي بتبيض البيض الابيض والفراخ البياض اللي بتبيض البيض الاحمر. ليه يا مدام هبه مش بتقولي لنا الفراخ دي بتتباع فين؟ ليه يا مدام هبه مش بتدينا رقم تليفون؟ يا جماعه الخير انا بكتب رقم التليفون للناس اللي او للمزرعه، يعني انا دايما بكتب لكم رقم تليفون المزرعه اللي انا بتعامل معاها او بجيب منها، او رقم تليفون حد قريب مننا فيجيب لك الحاجه، او تروح تجيب الحاجه من المزرعه براحتك جدا وانت حر. طيب انا جنبي مكان مثلا مزرعه موثوق فيها وبتربي الفراخ دي وبتطلعها للبيع، بتخف منها. يعني انا دايما لما بجيب من مزرعه لحد او بتوسط لحد بكون جايبه من مزرعه تكون عندي في الشرقيه، وتكون انا بحضر معاهم تحصينات او واخده وعارفه التحصينات بتاعتهم كامله ازاي، وبيطلعوا الفراخ خف. يعني ايه خف؟ يعني بيكون العنبر بتاعه وبيكون ما شاء الله اللهم بارك شغال، يعني شغال في العنبر ما شاء الله، وعايز يطلع 2000، عايز ينقص 3000، عايز ينقص 4000، فيقوم ايه بايع دول. شايفين اللهم بارك؟ ده البيض الابيض والاحمر اهو، هم بيضين هنا لوحدهم كده بيضين هنا. تمام. هدخل كده اجيب البيض وانتوا معايا، فهجيب البيض الخف زي ما بنقول كده مع بعض. طيب الخف ده زي ما قلت لكم اجر كده اهو ناخد في البيض. زي ما قلت لكم كده ان البيض الخف ده ان حد بيكون عنده كميه، وهيطلع منها للبيع، فده اقدر اجيب منه وانا مطمنه لانه مش عامله مشروع. يعني ايه؟ يعني مش عامله مثلا هو طلع عمر 100 يوم فيعدي تحصينه من غير ما تكون متحصنه، فبعد كده ايه نرجع ما نعرفش اذا كان واخدين التحصينات كامله ولا لا. تمام. طيب انا اقدر اعمل المشروع ده في بيتي؟ ايوه طبعا اقدر اعمل المشروع ده في بيتي وعلى السطوح زي ما انا عاملاه كده بالظبط، وما شاء الله ربنا يديك منهم خيرهم. طيب ابدا بكام فرخه؟ ابدا ان شاء الله يكون ب50. يعني انت مثلا ما معكش، هو طبعا مكسب البياض يا جماعه الخير في العدد الكبير. كل ما كبر العدد، انا لسه هيروح لسه العيدين عايز يجيب يده، كل ما كتر العدد بتاع الفراخ كل ما اللهم بارك هتاخد مكسب اعلى. دي حاجه معروفه قوي عن الفراخ البياض، ان كل ما زاد العدد كل ما هتاخد ارباح اكتر واعلى. طيب يعني ايه؟ ان انا كل ما العدد بتاعي ما شاء الله زايد، بتشاله لسه فكل ما زاد العدد كل ما هتاخدي بيضه اهي لسه بيضه احنا لسه مبلوله اهي. كل ما زاد العدد كل ما هتاخدي ربح اكتر. ده معناه ان انا اروح ازنق نفسي واتصرف من تحت الارض واجيب فلوس وانا ما معيش عشان اعمل المشروع ده؟ لا طبعا. على قد لحافك مد رجليك، على قد ما معاك هات، عشان لا تزنق نفسك. دي حاجه يعني ما تزنقش نفسك تروح مثلا تجيب قرض، وانا دي من اكتر الحاجات اللي انا ما بحبهاش، ان انت تروح تزنق نفسك فتجيب قرض عشان تعمل المشروع ده. لا طبعا. طب انا معايا 10000 اشتغل بيهم، معاك 20000 اشتغل بيهم، معاك 30000 اشتغل بيهم. بصوا بقى الفراخ دي يا جماعه الخير الخساره بتاعتها ان هي بتلم ثمنها. بمعنى ان انا مثلا لو حاسه ان في خساره لا قدر الله يعني، فالخساره بتاعتها ان انا هجيب ثمن الاكل بتاعهم، هجيب ثمن الايه الاكل بتاعهم بالظبط، ده لو فيها خساره يعني. لكن مكسبها ما شاء الله حلو جدا حلو جدا. في وقت بيكون اسعار الفراخ فيه عاليه. بصوا كنت شايفه انا الحته اللي جوه دي كنتش واخده بالي ان في فراخ بيضاء عايزه تبيض لسه. فتمن المكسب بتاعهم زي ما قلت لكم كده. طب وريني تحتك ايه وخليكي نايمه في الجردل زي ما انت. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. طب خلي يبقى تمن المكسب بتاعهم، مكسبهم بيكون حلو جدا جدا ما شاء الله اللهم بارك. ولو في خساره والخساره بتاعتهم بيكون لما طبق البيض بينزل زي الفتره اللي كانت عدت دي، فطبق البيض بينزل يبقى السعر هيبدا يقل معايا شويه بسعر البيض. طيب يبقى المكسب قل او مفيش مكسب، ان انا اللي بيجيبوا انتاج، ما هم بيجيبوا لك انتاج كل يوم، فبيجيبوا انتاج على قد اكلهم يعني بمعنى برضه هبسطها لكم اكتر، ان هم يجيبوا لي انتاج البيض ده
ابيعه واجيب بالعلف، يبقى انا ما صرفتش من جيبي، يعني ما صرفتش من جيبي حاجه، هو انتاج البيض على قد الاكل وما صرفتش من جيبي حاجه. تمام. دي حاجه برده حلوه جدا ان هو ما فيهوش خساره زي ما بنقول كده، ما فيهوش خساره. طيب الفراخ الحمراء دي بتبيض البيض الاحمر، والفراخ البيضه بتبيض البيض الابيض، ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتم شايفين كده، وحاجه زي الورد. ومشروع هتعمله على السطوح عادي جدا. طيب انا لو عندي سطوح هعمله بيستحمل درجه الحراره العاليه وبيستحمل درجه الحراره بتاعت الشتاء، لكن انتاج الشتاء لو انت قفلت اكتر فربنا هيرزقك اكتر. ليه؟ لان كل ما بيدفوا كل ما بيدوا انتاج بيض كويس جدا. فانتاج البيض بتاعنا بيكون من شهر 5 لحد شهر 11 حلو قوي قوي، بيبدا يقل شويه في فصل الشتاء عشان تغيير الجو زي ما قلنا كده، وعشان الحراره عشان البروده العاليه. طول الصيف المشروع بتاعك حلو جدا جدا وشغاله زي الفل، وفي الشتاء شغاله زي الفل كمان، وانتاجه كويس برده، وسعر البيض بيكون عالي في الشتاء فبعوض حتى قله انتاج البيض شويه. فدي حاجه برده كويسه جدا ما شاء الله اللهم بارك. طيب الفيديو بتاع النهارده عشان الناس اللي نفسها تعمل المشروع ده وخايفه تعمله. انا بالنسبه لي ان ده افضل واحسن من الفراخ التسمين. طب ايه السبب؟ ان الفراخ التسمين بيكون ضربتها والقبر، يعني مثلا لا قدر الله دخل فيروس فبيكنس لي الفراخ كلها، وبيكون طبعا الفراخ متكلفه مبلغ وقدره. دي حاجه تعب وهدة حيل وطول النهار واقفه غيار ميه واكل وشرب وبتاع. لكن ده احسن حاجه فيه ان انت بتعلف مره واحده وبتسقي مره او مرتين، ولو قدامهم ميه جاريه خلاص مش هتشيل هم حاجه، هتطلع تجمع البيض بتاعك وقدامهم الميه والاكل موجودين وخلاص. الفرخه دي بتاكل من 100 ل 120 جرام علف بس، يعني مش قدامها اكل ليل ونهار، لا ده هو بياخدوا الوجبه باكلوها في ساعتها وبيقعدوا بعد كده خلاص. ليه بقى؟ عشان الفرخه دي مش بنسمنها، فمش هنديها اكل بزياده عشان تشيل وزن، احنا بنديها الاكل اللي يجيب انتاج البيضه فقط. يعني الاكل اللي هنديهولها ده اللي هيدينا منه انتاج البيض بس، ده اللي احنا عايزين منه انتاج البيض بس، فمش محتاجين ان احنا ندي اكل عالي او اكل كتير وبعد كده نزعل ونقول ده الفرخه سنت معانا ما شالتش وزن، ده بتستهلك معايا علف كتير جدا. لا احنا بنظبط الاكل بتاعها على الميزان بالجرامات من 100 ل 120 جرام، وده في انتاج البيض، يعني ده وقت انتاج البيض. لكن لو مش في انتاج البيض العمر بتاعها لسه صغير، عمر 100 يوم مثلا، هبدا معاها من 70 جرام، تاخد معايا 70 جرام للفرخه. يعني لو عندي في 100 فرخه هياكلوا 7 كيلو من العلف. طبعا لو في التسمين 100 فرخه هياكلوا معاك مثلا 10 كيلو علف في اليوم او 15 كيلو علف في اليوم كمان، وممكن ما يشبعهمش. فده طبعا التكلفه بتاعته بتكون اقل، ومشروع حلو جدا جدا ومش محتاج. يعني ممكن مثلا لو انت ست بيت وقاعده مثلا عندك اوضه على السطوح ومش قادره تطلعي للفراخ وتنزلي، فهتبعتي ولادك عادي جدا يراعوا المشروع، اللي هو مثلا يحطوا الاكل اللي انت هتبعتيه والميه ويجيبوا البيض وينزلوا، مش لازم انت تطلعوا كل يوم يعني. وده اللي بيحصل معايا، انا ممكن اقعد 3 4 ايام او اسبوع ما اطلعش فوق على السطوح، واخلي ولادي اللي يطلعوا يحطوا لهم الاكل لاني مشغوله بحاجات ثانيه يعني. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو في الفيديو ده عجبكم يعني، او في مثلا اقبال على الفيديو باللايكات والكومنتات، فباذن الله هنزل لكم اكتر عن المشروع ان شاء الله باذن الله، وهنزل لكم كمان فيديو من داخل المزرعه. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.